أهلا وسهلا يا شباب. إن شاء الله هنتكلم النهاردة في أول محاضرة من محاضرة مادة الجراحة لطلاب الثانوي والتمريض. وأول موضوع معايا بيتكلم عن الانفلاميشن. يعني إيه انفلاميشن؟ انفلاميشن تعني التهاب. يعني لما أقول لك الإنسان ده عنده التهابات، الالتهاب ده يعني إيه؟ يعني إن الجسم بيتفاعل ضد العدوى اللي عنده، سواء كانت ميكروب، سواء كانت فيروس، سواء كانت طحالب فنجاي، ممكن تكون عوامل فيزيائية، عوامل كيميائية. المهم إن أي مؤثر سبب المشكلة هو الجسم بيحاول يعمل عليها التهاب، يبقى ده خط الدفاع بتاعك. فممكن نقول له ان الانفلاميشن بيكون ايه؟ هو بيكون البادي رياكشن، هو تفاعل الجسم ضد اي اكسترنال ستيمولس، ضد اي مؤثر خارجي، سواء كان ميكروب، سواء كان فيروس، سواء كان عوامل فيزيائيه او عوامل كيميائيه. عوامل فيزيائيه زي مثلا انسان اتعرض لحراره عاليه، اتعرض لبرد قارس، فبالتالي ان البرد ده ممكن يسبب له ايه؟ يحس بالبروده، فبالتالي مش واصل دم لخلاياه، فبالتالي ممكن العضو يحصل فيه مثلا يموت. او يتعرض لعوامل كيميائيه زي ان هو يتعرض مثلا لميه نار، حاجه اسيدك، او يتعرض لحاجه القلين اللي هي حاجه حمضيه، حاجه قاعديه. يبقى تاني ايه هو الانفلاميشن؟ هو البادي رياكشن اجينست اي ستيمولس، سواء كان ميكروب او فيروس او فيزيكال فاكتور او كيميكال فاكتور. الفيزيائيه زي مين؟ قلنا زي مثلا ان هو اتعرض للالكتريستي، البرنس، التمبريتشر، الكولد. او عوامل كيميائيه زي ان هو اتعرض لحاجه حمضيه، حاجه اسيدك، او تعرض لحاجه قاعديه زي حاجه القلويه. ازاي اعرف ان الكلمه دي تعني انفلاميشن؟ كلمه انفلاميشن معايا باللاتيني بتساوي نهايه اسمها ايتس. لما اجي اقول لك مثلا جاسترايتس، جاسترايتس انت مش عارف يعني كلمه جاستر، بس انت لقيت اخرها ايتس، يبقى انت كده بتقول لي عندي انفلاميشن في العضو ده. جاستري معانا يعني معده، فمعناها التهاب في المعده. عايز اقول حاجه تانية، هيباتيتس. هيباتيتس تعني ان حد عنده التهاب في الكبد. اي كلمه اخرها ايتس تعني التهاب. حد مثلا عنده نفرايتس، لقيت الكلمه اخرها ايتس، ايتس معناها يعني التهاب، ونفرو طبعا معايا يعني كليه، فمعناها التهابات في الكليه. اي كلمه، اي عضو عايز تحط تخليه ملتهب، حط كلمه ايتس، باستثناء حاجه واحده، الرئه والغشاء اللي حواليها. الرئه لها استثناء، بنقول نيومونيا، ده التهاب الرئوي، وبلورزي اللي هو الالتهاب الغشائي اللي حواليها. انما اي عضو تاني مجرد ما نحط له ايتس اصبح ان هو عنده انفلاميشن. اولا الانفلاميشن ممكن يكون حاجتين، يا اما بميكروب يعني بيعمل حاجه شديده، يا اما بيكون بيعمل حاجه خفيفه. والله لو معايا مثلا سبيسيفيك ميكروب يعني دي حاجه بتعمل حاجه شديده، فده معناها ان هي ممكن تكون معاك التي بي، بكتيريا اسمها التي بي. البكتيريا التي بي دي اللي احنا بنقول عليها بكتيريا السل. بكتيريا السل دي لما بتيجي في الرئه، بتخلي الانسان يبدا يكح دم، والبكتيريا دي بتكون شديده جدا على الجسم. او ممكن حاله مرضيه اسمها التيتانوس، والتيتانوس ده نتيجه ان الانسان اتعرض معانا مثلا لانفكشن، سواء كان بسكينه، اتعرض بازازه، بمسمار، باي حاجه سامه، وما خدش المصل بتاعه، فبيحصل له حاله مرضيه اسمها التيتانوس. ده الكلام لو احنا بنتكلم على حاجه سبيسيفيك. طب لو هنتكلم على حاجه نون سبيسيفيك، نون سبيسيفيك يعني حاجه يعني مش خطيره. قال لك زي حاجه اسمها البويل، او حاجه اسمها الابسس، او حاجه اسمها الكربنكل. عشان ما تنساش كنا بنقول A B C. الاي ابسس، الاي ابسس، البي بويل، البي بويل. يبقى تاني الاي ابسس والبي بويل والسي كربنكل. يعني ايه ابسس ويعني ايه بويل ويعني ايه كربنكل؟ تعالى نتكلم عنهم. ابسس يعني صديد، ده تجمعات من البص. بص معايا يعني صديد، هي تجمعات من البص. لما تلاقي الانسان بيقول لك ده عنده صديد يعني معناه عنده حاجه اسمها ابسس. تجمعات من البص موجوده فين؟ موجوده تحت السكين، او في الانترنال اورجان، في الاعضاء الداخليه زي الليفر. يبقى لما اجي اقول لك فلان عنده ابسس يعني معناه ان هو عنده بص. عنده بص فين؟ اندر السكين، او في الانترنال اورجان زي الليفر. ده معناه الابسس. تعال نشوف له صوره. ادي معايا شكل الابسس، ده شكل الابسس تحت السكين. بيكون كده عامل ايه؟ عامل نظام صديد. الكلكعه دي بيكون فيها ايه؟ فيها صديد اللي هو البص. تاني مصطلح معايا اسمه الكربنكل. وكربنكل معايا قلنا ان كربنكل ده بيكون مجموعه من البويل. تعال الاول نشوف البويل. ادي معايا ده شكل البويل. البويل ده معناه ان بيحصل صديد، بس بيحصل فين؟ البويل ده بيحصل صديد بس في الشعره.
بيحصل فين؟ في الهير. بيجي اكتر في الشعر بتاع الوش، في شعر الدقن مثلا بيجي اللي هو الصديد اللي بتلاقيه في شعر وشك ده بنقول عليه بويل، ما بنقولش عليه ابسس لانه بيكون جه في الشعر. يبقى الصديد اللي بيجي في منطقه الشعر بنقول عليه بويل. تمام. بعد كده معايا صديد تاني اسمه كربنكل. كربنكل دي يعني ايه؟ عندي مجموعه من الصديد، مجموعه، انا عندي مثلا دي صديد اهو، عندي جنبه صديد تاني وجنبه صديد تاني. بص كده، انا عندي هنا جنبه صديد تاني وجنبه هنا صديد تاني وجنبه هنا صديد تاني، فبيعمل لي تجمعات صديديه. بص كده معايا، اكتر من صديد، واحد اتنين، اكتر من صديد معاك. الصديد ده الكربنكل ده بيحصل فين؟ اكتر مكان بيحصل فيه الباك، ظهرك. تمام. بيحصل اكتر عند مرضى الديابيتس ميليتس اللي هي مرضى السكر. يبقى تاني، اللي هو الكربنكل ده بيكون تجمعات من الصديد، كوليكشن اوف البص. موجوده فين؟ موجوده في الباك، بالاخص عند مرضى السكر، بيبقى عشان عندهم مناعتهم ضعيفه فبالتالي هم اكتر عرضه للانفكشن. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا عن حاجه اسمها الابسس، اتكلمنا عن حاجه اسمها البويل، واتكلمنا عن حاجه اسمها الكربنكل. ننتقل بعد كده، عايزين نشوف مصطلح تاني اسمه السلايتس. ومعايا مصطلح سلايتس يعني ان الانسان عنده برضه صديد. بص سيلايتس، بص معايا كده، ايتس يعني انفلاميشن. اتفقنا ان اي حاجه اخرها ايتس تعني انفلاميشن، وسيلايتس جايه من خليه. تمام. فسيلايتس يعني التهاب الخلايا، فده بيكون انفلاميشن في التشو او في السيل تحت مين؟ تحت السكين، تحت جلدك. بس مش هيكون معايا صديد، يبقى السيلايتس ما بيكونش معاك صديد. تعال نشوف شكل السيلايتس. ادي معايا هنا شكل السيلايتس. شفت انت لما تكون مثلا عندك الشكل ده هتقول ان انت عندك سيلايتس. قلنا يعني ايه سيلايتس؟ ايتس يعني انفلاميشن، وسيل يعني خلايا او انسجه، انسجه يعني تشو. هل انت شايف صديد؟ انا شايف تجمعات صديد اللي هي اللي احنا شفناها في البويل او في الابسس، لا، فنو ابسس، ما كانش فيه اي صديد. تمام. بيحصل فين؟ حصل في السكين. طب هو السلايتس ده خطير؟ السلايتس ده لو البكتيريا كانت شديده ممكن ينتشر في جسمك، ولما ينتشر لجسمك هيعمل لك تسمم بكتيري، فالتسمم ده بنقول عليه مصطلح اسمه سيبتسيميا. سيبتسيميا معناها ان الانسان عنده بكتيريا في الدم، وايضا عنده التوكسين بتاعها وعنده السم بتاعها. يبقى يعني ايه سيبتسيميا؟ يعني الانسان ماشي في جسمه بكتيريا، والبكتيريا دي بتطلع سم، فهي ماشيه هي والسم بتاعها، فطبعا انت كده ايه؟ دمرت الانسان خالص. يبقى السلايتس بيكون خطير امتى؟ لو انتشر في الدم، حصل له اسبريد ان البلد. تمام. فبالتالي ممكن يسبب معاك يسبب معاك طبعا ايه؟ سيبتسيميا اللي هو فيه بكتيريا اند توكسين في البلد. تمام. بعد كده اتكلمنا بقى عن الانفلاميشن. تعال نشوف امتى هقول ان الانسان ده عنده انفلاميشن، او يعني ازاي بشخص الانفلاميشن بعينك. بص، عشان تشخص الانفلاميشن بعينك قدامك خمس حاجات. اول حاجه معايا بالترتيب كده، تعالى نشتغل على الرسمه الحلوه دي. بص، هو انا شايف ايه؟ اول حاجه انا شايف البتاعه دي حمراء، فتقول انا بشوف ريدنس. جميل. وغير ان انت شايف ريدنس، انا شايف هوتنس. اول حاجه ريدنس، يعني ايه كلمه ريدنس؟ ريدنس يعني احمرار. انت شايفها ايه؟ انا شايفها حمراء، فتقول لي والله انا بشوفها حمراء، يبقى بتكون ريدنس، سواء مثلا هنا في الابسس او برضو في البويل هنا بيكون محمره، او طبعا هنا في الكربنكل او في السلايتس اخر رسمه احنا شايفينها، هي بتكون فيها احمرار. ده اول علامه، هم خمس علامات. الانفلاميشن بيتشخص بخمس علامات. اول حاجه في احمرار. تاني حاجه بتكون لما تحط ايدك عليها تحس ان هي سخنه، فبنقول عليها فيها هوتنس، فيها حراره او سخنه. تاني حاجه انا شايفها ايه؟ شايفها مورمه، فبالتالي بنقول عليها فيها اديمه، يعني فيها ورم. بعد كده والله الانسان ده هيكون طبعا عنده الم. اي واحد لو انت اتلسعت من شويه ميه هيعملوا لك الم، فبيعملوا له بين، الم.
واخيرا الانسان ده مش هيعرف يعمل وظيفه العضو. يعني مثلا لو الحاجه دي جايه في صباعه فبالتالي مش هيعرف يحرك صباعه من شده الالم، لو جايه في كف ايده برضه مش هيعرف يتحكم، فبالتالي بيعمل معاك حاجه اسمها لوس اوف فانكشن، يعني مش عارف يؤدي وظيفه العضو، فقدان في وظيفه الايه العضو. يبقى تاني، امتى نقول ان الانسان ده عنده انفلاميشن؟ بخمس حاجات. اول حاجه الانسان ده طبعا يحصل له الم، جرب انت تتلسع بشويه شوربه هتلاقي نفسك عندك الم شديد. تمام. تاني حاجه بص على لونها، انا لقيتها حمراء فبالتالي بيكون فيها احمرار، بعد كده بتكون ورمه فبالتالي هيكون فيها اديمه متورمه، هيكون فيها ان الانسان ده بعد كده مش من الالم مش عارف يحرك ايده فبالتالي مش عارف يعمل ايه، مش عارف يعمل وظيفه العضو، لوس اوف فانكشن اوف العضو. مجرد ما تشوف الخمسه دول هتقول لي ان الانسان عنده انفلاميشن. ايه هو علاج الالتهاب ده؟ والله علاج الالتهاب تعالى كده بالمنطق. اول حاجه المكان لو هي جاي مثلا في صباعك فبالتالي نريح الانسان اول حاجه لانها بتعمل الم فبالتالي نخليه يقعد مستريح، اول حاجه يكون في وضع الريست. تاني حاجه لو جاي في صباعه فما يحاولش يحرك صباعه، ويريح مين؟ العضو الملتهب اللي هو الانفلمد اورجن، يريح العضو الملتهب عشان ما يسببلوش الم ويتضايق. تاني حاجه نحاول نرفع اللي هو الانفلمد اورجان ده عشان نقلل الالم، يعني نحاول مثلا لو في رجله مثلا نحاول نرفع رجله شويه كده عشان الالم قدر الامكان ايه يقل معاك. تاني حاجه نشربه كميه كافيه من السوائل. بعد كده طبعا هنديله مضاد حيوي ونديله مسكن للالم. مضاد حيوي معناه انتي بايوتيك، انتي يعني مضاد وبايوتيك يعني جاي من بكتيريا فهي مضاد حيوي. او انالجيزيك، انالجيزيك يعني مسكن او مسكن للالم، انالجيزيك يعني مسكن للالم. يبقى تاني انا هدي الانسان انتي بايوتيك مضاد بكتيريا، وهدي له انالجيزيك يعني مسكن للالم عشان نشيل الالم. تاني حاجه نحاول نربط الانفلمد اورجان، يعني العضو الملتهب ده نحط عليه مثلا شاش. واخيرا لو كون صديد فالصديد ده ممكن ساعتها نعمله الدكتور الجراحه يشيله جراحه عشان يقلل الالم ويفضي الصديد. يبقى تاني نقول تاني ازاي بنعالج الانسان اللي عنده التهاب؟ اول حاجه كومبليت ريست، لازم يكون مستريح، نحاول نقلل الالم قدر الامكان في الانفلمد اورجان، يحاول يشرب سوائل كافيه. تاني حاجه والله ممكن نديله بما انه عنده الم فنديله مسكن للالم انالجيزيك، ونديله انتي بايوتيك مضاد حيوي لان الصديد ده بتسببه بكتيريا. تاني حاجه نحاول ان لو جمع صديد نخلي دكتور الجراحه يفتحه، يبقى نعمل له درينج الباص في حاله الصديد. درينج يعني ان احنا نفتح الخراج، فتح الخراج. يبقى الخراج ده لو جمع صديد دكتور الجراحه يبدا يعمل ايه؟ يعمل له درينج يعني يفتحه ويصرف الصديد. بعد كده معايا السبيسيفيك ميكرو. احنا كنا اتكلمنا اول حاجه عن النون سبيسيفيك، قلنا اللي هم الاي والبي والسي اللي هو الابسس والبويل والكربانكل والسلايتس. نتكلم بعد كده عن حاجه جديده اسمها السبيسيفيك ميكرو اللي هي بقى البكتيريا الشديده. المشكله الشديده دي بتحصل فين؟ قال لك ان المشكله الشديده دي بتيجي معاك في حاله اسمها الارسبيلز وحاله اسمها الليمفادينايتس. والله تيجي معاك في الارسبيلز والليمفادينايتس. ايه هو الارسبيلز؟ الارسبيلز ده هيكون شبه معاك شبه السلايتس، بيكون في شبه من السلايتس. ده هيكون انفلاميشن في السكين، طالما في ايتس يعني تعني انفلاميشن، احنا في شابتر الانفلاميشن فده معناه حصل انفلاميشن في السكين بسبب بكتيريا. البكتيريا دي اسمها ايه؟ ركز معايا في اسمها ستريبتوكوكا. قسمها نصين، ستريبتوكوكاي. ستريبتوكوكاي. البكتيريا دي ده بتكون بكتيريا شديده، البكتيريا دي لو دخلت الجسم بتسبب عدوى شنيعه. تمام. فالجلد ساعتها هيدي علامات الالتهاب، اول حاجه هيبقى احمر، بعد كده هيعمل ايه؟ هيعمل اديمه تورم. تمام. هيحصل لوس اوف فانكشن مش عارف تأدي وظيفه العضو، طبعا هيكون في بين. تمام. قال لك ان لما لو الانسان عنده ارثبليز ما تحاولش ان انت تلمس الحاله المرضيه، ما تحاولش تلمس العضو الملتهب. ليه؟ مش عشان الالم، لا عشان احنا قلنا ده بيتكون ببكتيريا اسمها ستريبتوكوكاي، فلما تلمس وانت في بكتيريا البكتيريا هتتنقل لك، فعشان تلمسه لازم تلبس ايه؟ جلافز معقم. تلبس ايه؟ جلافز معقم عشان خاطر البكتيريا ما تتنقلش لك. يبقى تاني خدنا ايه في الارثبليز؟ قلنا ان الارثبليز ده معناه انفلاميشن في السكين بواسطه بكتيريا اسمها ستريبتوكوكاي. بواسطه بكتيريا معايا اسمها الستريبتوكوكاي. الستريبتوكوكاي دي قلنا بكتيريا شنيعه. تمام. فبالتالي لو دخلت الجسم هتعمل لك علامات الالتهاب، حصول احمرار ريدنس وتسخن هوتنس ويحصل بين وطبعا لوس اوف فانكشن. تاني حاجه بعد ما اتكلمنا
قلنا ما تحاولش تلمسها. ليه ما تحاولش تلمسها؟ مش عشان الالم، عشان خاطر ان دي بكتيريا واحنا خايفين ان البكتيريا تتنقل لك، فلازم تكون لابس جلافز اللي هو قفاز. بعد كده لو الانفلاميشن حصل في الليمف جلاند اللي هي الغدد الليمفاويه، لو الانفلاميشن حصل في الغدد الليمفاويه اسمه ايه؟ غدد ليمفاويه يعني ليمف، وادن يعني غده، يبقى تاني ليمف اللي هو الكلمه ليمف، وادن يعني غده. فلما اجي اقول الانسان عنده ليمفادينايتس، انا اتفقت معاك ان كلمه ايتس تعني انفلاميشن، كلمه ايتس يعني انفلاميشن، انفلاميشن في المكان اللي هو مديهولك. هو بيقول لك ليمفادينايتس، ليمف يعني كلمه اللي هو السائل الليمفاوي اللي هو بيكون ايه؟ اللي هو بيكون عباره عن بقايا الدم، وادن يعني غده، فده التهاب في الغدد الليمفاويه، ده بيكون التهاب فين؟ في الغدد الليمفاويه. تعال نشوف له صوره. ادي معايا ست عندها التهاب في الغدد الليمفاويه. الغدد الليمفاويه دي بتكون موجوده على امتداد جسمك. الغدد الليمفاويه دي بتبدا تورم لو في اي عدوى، لو في اي عدوى الغدد دي يبدا يحصل لها تورم، سويلنج او اديمه، الاثنين نفس المعنى. تمام. فبالتالي هي حصل لها التهاب. انا شايف ايه في علامات الالتهاب ده؟ انا شايف العلامات بتاعتي المميزه. ايه هم؟ تعالى نكتبهم. والله انا شايف ريدنس، وشايف احمرار او سخونه هوتنس، انا شفت احمرار وشفت سخونه. وشايف ايه تاني؟ شايفها مورمه اديمه او كلمه سويلنج. وشفت بين طبعا يكون عندها الم. وشفت طبعا مش هتقدر تأدي وظيفه العضو، لوس اوف فانكشن. لازم تكتب لي الخمس علامات. السؤال ده ممكن يجي لك مقالي. تمام. اتكلمنا عن الايه؟ الليمفادينايتس. الليمفادينايتس دي قلنا ان هي بتحصل ازاي؟ الليمفادينايتس دي هتحصل زي ما انت شفت، حصل تضخم في الليمف نود في الغده الليمفاويه. وتضخم يعني كلمه اللارجد، يبقى تضخم معناها انلارجد. اللارجد معناها حاجه متضخمه، يعني تضخم. بالاشهر بتكون في النك زي الصوره اللي انا ايه وريتها لك. تمام. او تيجي في منطقه العانه، تيجي معاك في منطقه الجروين اللي هي منطقه العانه. لو جت مثلا بواسطه بكتيريا قويه هتكون البكتيريا دي اسمها التي بي. يبقى لو جت بحاله سبيسيفيك هتيجي ببكتيريا مين؟ هتيجي معاك ببكتيريا التي بي، ودول دي اللي هي بكتيريا السل. وبكتيريا السل دي اللي بتيجي في الرئه وتخلي الانسان يكح دم وبتسبب تدمير في باقي اجهزه الجسم. والعدوى بتاعت السل دي لو حد مريض سل ما تحاولش ان انت تقعد جنبه، لان العدوى بتنتقل عن طريق الايه؟ لما يعطس. تاني حاجه قلنا ممكن تكون موجوده في منطقه النك او منطقه العانه. لو جت والله بكتيريا شديده يبقى حاجه سبيسيفيك، يبقى حاجه احنا عارفينها، يبقى مين؟ السول. لا اما ممكن تيجي باي بقى بكتيريا اخرى، سواء يعني بكتيريا خفيفه، مرض عدوى خفيفه كده، او مثلا شويه سرطان، او مثلا حصل تضخم في الغدد، فده بيكون حاجه ايه؟ حاجه تانيه برضو بيحصل لها ايه؟ انفلاميشن. بعد كده نتكلم عن التيتانوس. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي عن الليمفادينايتس، تعالى ننتقل للتيتانوس. والتيتانوس معايا ده بيكون ايه؟ ده هيكون برضو انفلاميشن، بس بسبب حاجه اسمها ان ايروب ماكروب. ان ايروب معناها ان البكتيريا دي تمام ما بتحبش الهواء. نو، لا تحب الهواء. يعني هي بتحب تعيش في جو ما فيهوش هواء، تحب تعيش في دنيا مكتومه. تمام. هي البكتيريا دي كده. يبقى كلمه ان ايروب معني ان هي بكتيريا ما بتحبش ان هي تعيش في هواء، فبتحب اي نسيج ميت هي بتحب تخشه، اي مكان مغلق هي بتحب تعيش فيه. تمام تمام. البكتيريا دي بتيجي نتيجه ان هي ايه؟ حصل مثلا بتسبب معاك تسمم. اول ما البكتيريا دي تخش جسمك على خير بتعمل معاك تسمم في الخلايا مين؟ الخلايا العصبيه بتاعت جسمك. فلما تعمل معاك تسمم بالتالي بص الخلايا بتاعت اعصاب جسمك مش هتشتغل، فبص بتعمل لك ايه؟ بتعمل لك الحاله المرضيه الشهيره دي. الحاله دي هو مش بيهزر، دي حاله مرضيه اسمها التيتانوس. الحاله دي عباره عن ايه؟ الحاله دي ان دخل له بكتيريا ما بتحبش الهواء ودمرت له الخلايا العصبيه. تمام. هل دمرت الخلايا العصبيه بس؟ لا، ده دمرت غالبا كل جسم، والانسان ده عامه بيموت لو ما خدش اللقاح. اول حاجه معايا البكتيريا دي بتعمل ايه اعراضها؟ والله تلاقي الانسان عنده صداع، عنده هيد ايك صداع، عنده هيعرق،
وهتلاقي درجه حرارته عاليه. درجه حرارته عاليه ليه؟ لان انت بتتكلم في التهاب، فلازم تكون درجه حرارته عاليه. بيقول لك جسمه هيسخن، فبالتالي ده نتيجه الالتهاب، يبقى درجه حرارته هتعلى، elevated temperature، درجه حرارته هتعلى، وطبعا بيعرق معاك وبيحصل له صداع. الانسان ده مش هيقدر يفتح فكه السفلي ده، اللي هو فكه السفلي بقه من تحت، مش هيعرف يضحك، مش هيعرف يفتحه، مش هيعرف يتكلم، تمام؟ لان انت ايه، شديت العضلات، عملت للعضلات شدتها كده، فبالتالي مش عايز العضلات تتحرك لانك دمرت الخلايا العصبيه. الانسان ده مش هيعرف يتنفس، ما انت دمرت الاعضاء، تمام؟ ولا هيعرف يبلع، ولا هيعرف يعمل اي وظيفه في جسمه، والانسان ده هيموت، هيحصل له تشنجات ثم يموت. يبقى تاني في انسان التيتانوس. انسان التيتانوس ده بيحصل له ايه؟ ده والله انسان دخل له، حصل له انفلاميشن. انفلاميشن نتيجه بكتيريا ما بتحبش الهواء، تمام؟ البكتيريا دي دخلت جسمه، فالبكتيريا دي بتضرب الخلايا العصبيه. فلما تضرب الخلايا العصبيه والله اصلا الخلايا العصبيه هي اللي بتخليك تعمل كل حاجه، فانت لما تضربها انت مش هتعرف تعمل اي حاجه، فانت مش هتعرف تفتح فكك السفلي اللي هو الجوي. تاني حاجه مش هتعرف تتنفس، مش هتعرف تبلع، وغير ان انت مش هتعرف تتنفس ولا تبلع، طبعا مش هتعرف تتحرك، واخيرا يحصل لك تشنجات، وطبعا الانسان بيبدا معاك ايه، يموت. وطبعا بتسبب لك، بما انها انفلاميشن، تسبب لك ارتفاع في الحراره. ده كده التيتانوس. ازاي نحمي نفسنا من التيتانوس؟ معلومه ليك انت، اي انسان اتعور بمسمار، اتعور بزازه، اتعور بسكينه، اتعور باي اله حاده، يروح المستشفى الحكومي يقول له، او مستشفى الجامعه، انا عايز مصل تيتانوس لان انا حصل لي كذا كذا، ويقول لهم المشكله اللي حصلت، وهم هيدوك حقنه التيتانوس، لانك لو ما خدتش الحقنه هيحصل لك الحاله المرضيه دي. تمام تمام. ازاي تحمي نفسك؟ اول حاجه تحمي نفسك معايا من مرض التيتانوس ده عن طريق اللقاح، ان انت تاخد اللقاح. تاني حاجه، مجرد طبعا اللقاح ده بناخده طبعا يعني اللي هو ساعه الولاده، يقول لك ده بياخد التطعيم، احنا بنقول عليه ساعه الولاده، اول ما الانسان بيتولد بياخده ساعه التطعيم. انما لو العدوى لسه جايه حاليا، اتعورت حالا، فتروح المستشفى تاخد اللقاح على طول، اللي هو تاخد مين، تاخد الجرعه بتاعتك لما الجرح يكون، لما الانسان يكون لسه متعور، تمام؟ تاني حاجه والله نحاول ان احنا ننظف الجرح، مكان الجرح نحاول ننظفه عشان ما يدخلوش بكتيريا تاني. يبقى احنا هنعمل ايه؟ طبعا هناخد اللقاح ساعه الولاده، ساعه التطعيم. لو اتعرضنا للعدوى دي نروح المستشفى ونقول لهم عايزين المصل لان حصل كذا كذا. واخر حاجه الجرح ده ننضفه كويس ونحافظ عليه ان هو يكون نظيف عشان ما تدخلوش البكتيريا المعفنه دي. ننتقل بعد كده لموضوع تاني اسمه الجاز جنجرين. ايه هي الجاز جنجرين؟ جنجرينه لو انت سمعت عن ويقول لك ده فلان عنده غرغرينه. اه، يعني ايه غرغرينه؟ غرغرينه زي ما انت شفت كده، ده بيكون شكل رجله، تمام؟ ده كده شكل ايه، رجل الانسان ده. الانسان ده بيكون عنده انفكشن، بيكون عنده عدوى. العدوى دي برضو بسبب بكتيريا ما بتحبش الهواء، بتحب الدنيا اللي هي بتكون مكتومه، فبالتالي نتيجه ان ايروب ميكروب، بكتيريا ان ايروب. يبقى كده التيتانوس والجاز جنجرين بيجي عن طريق بكتيريا ما بتحبش الهواء، ان ايروب ميكروب. البكتيريا دي من اسمها جاز، جاي من كلمه غاز، فبتنتج غازات. البكتيريا دي بتنتج غازات ومواد سامه. لما بتخش تبدا تعمل ايه؟ بتبدا تعمل لك المنظر اللي انت شايفه ده. تعمل ايه؟ بتروح للعضو تقول له والله انا هكفل عنك الدم، فلما تكفل عنه الدم فبالتالي مش واصل له دم كويس، فبالتالي مش واصل له اكسجين ولا مواد غذائيه، فبالتالي يبدا يموت، يعمل الشكل ده اللي هو الموت. يبقى تاني ايه هو الجاز جنجرين؟ هي بكتيريا ما بتحبش الهواء، ميكروب بكتيريا بتخش بتسبب ايه؟ اسمها جاز، يبقى بتفرز غازات وتوكسين. الغازات والتوكسين دول بيقفلوا لك الايه، الاورجن، بيقفلوا الدم عن الاورجن، فلما يقفلوا الدم عن الاورجن فبالتالي الاورجن يبدا يحصل له ان هو يموت. تمام؟ انت شايف كده الانسان ده حصل له ايه؟ طبعا حصل له منظر الغرغريه، اللي هو بيكون شكل العضو طبعا بيكون بلاك. وعامه الانسان ده علاجه ان احنا هنعمل له بتر جراحي، ان احنا نشيل له العضو اللي هو حصل له غرغرينه ده بالجراحه. تمام. طبعا لو الموضوع في بدايه اوله يعني لسه ما انتشرش، ممكن نديله طبعا انتي بايوتيك، تمام؟ ممكن ننضف له الجرح كويس. انما لو الموضوع انتشر كده زي ما انت شايف كده اتدمرت خالص، لا احنا كده لازم نخش بعمليه جراحيه. بعد كده ما خلصنا الالتهاب على خير، خلصنا كده الليمفادينايتس، وخلصنا التي بي، وخلصنا معاك التيتانوس، وخلصنا الجاز جنجرين، تمام؟ نبدا بعد كده في موضوع جديد وهو الوند، اللي هي الجروح. اول حاجه معايا في الجروح، ماذا يعني كلمة جرح؟ أنت تتوقع عن الجرح، والله جرح إن واحد مثلا اتعور بآلة حادة، سواء سكينة سواء مسمار، يبقى أي آلة حادة ممكن تسبب لك إيه؟ جرح. هو بيكون قطع في السكين، حصل قط
ان السكين، حصل قطع في السكين او في التشو في مين، في جسم الانسان. يبقى تعريف الوند سهل. ايه تعريف الجروح؟ تعريف الجروح معايا ان حصل قط ان السكين، حصل قطع في الجلد في سواء في الانسجه بتاعه مين، بتاعه الانسان. تمام. الجروح دي ايه انواعها؟ والله انا عندي الجروح طبعا، يعني انت مش هتقارن جرح مثلا زي كده، تمام، مش هتقارن جرح زي كده مثلا بجرح زي كده، بجرح زي كده، دي كلها جروح. فالجروح طبعا بتكون معانا انواع. اول حاجه معايا في الجروح بيكون كلوزد وند. يعني ايه كلوزد وند؟ يعني الجرح المغلق. تمام تمام. يبقى اول حاجه معايا الايه، الكلوزد وند اللي هو الجرح المغلق. وعندي حاجه اسمها الاوبن وند اللي هي الجرح المفتوح، وعندي الكومباوند وند الجرح المعقد، والسيرجيكال وند اللي هو الجرح بتاع العمليات الجراحيه. يبقى تاني، ايه هو الكلوزد وند؟ ده جرح مغلق. يعني جرح مغلق يعني ما اتفتحش، هو جرح من جوه، المشكله من جوه. فزي مثلا الكونتيجن، كونتيجن اللي هي الكدمه اللي انا لسه موريها لك، تعال نجيبها تاني. ادي مثلا ده انسان عنده ايه، ده انسان عنده كدمه. فالكدمه دي هل الجرح اتفتح من لبره؟ لا. فبالتالي هو عنده جرح، بس جرح ايه، جرح مغلق، كلوزد ووند، عنده جرح مغلق. اسمها ايه، كونتيجن اللي هو الكدمه. تمام. بعد كده قلنا انا عندي حاجه تانية من الجروح اسمها ايه، اسمها الاوبن ووند اللي هو الجرح المفتوح. والله الجرح المفتوح ده نتيجه مثلا ان كلب عضك، نتيجه مثلا ان حاجه غزتك مثلا مسمار وخرم ايدك، نتيجه مثلا حصل اسكراتش اللي هو قطه خربشتك. يبقى تاني، الجرح المغلق مع الجرح المفتوح بقى معاك، مفتوح يبقى هيفتح معاك، مفتوح معايا نتيجه ان مثلا كلب عضني، لما كلب عضك بيعمل جرح كده مفتوح، او ان قطه بتعمل خرابيش. تمام. او طبعا مسمار خرم ايدك او سيخ خرم ايدك، ده بيكون اسمه بانكتشر اللي هو حصل خرم في السكين. معايا حاجه تانية من الجروح اسمها الكومباوند ووند، اللي هي ده الجروح بقى اللي بتكون يعني مش حلوه خالص، اللي هي نتيجه الحوادث. جرح تلاقي شكله اصلا مش، انت مش عارف له ملامح. الجرح اللي مش باين له ملامح ده اسمه الكومباوند ووند، وده بيحصل فيه فقد في الجزء. تلاقي مثلا مش يا ريت اصلا في جرح، لا ده انت هتلاقي الجلد طاير. لما تلاقي الجلد طاير اللي هو اللي تلاقي اللحم ظهر قدامك كده والجلد طاير، ده بنقول عليه كومباوند ووند، اللي هو الجرح اللي خلاص اتدمر خالص. وده بيحصل اكتر طبعا في حوادث السيارات. يبقى ده جرح بيجي معاك فين؟ الجرح ده بيحصل معاك فقدان في السكين، حصل الجلد طار، ولما الجلد طار قال لك طبعا هيبقى شكل الجرح وحش. الكلام ده بيحصل امتى؟ الكلام ده بيحصل لما يكون انسان مثلا لا قدر الله في حادثه عربيه، في حادثه قطر، خد طلقه مثلا، فبالتالي عملت المشكله دي طيرت حته من الجلد. تمام، جان شوت معايا يعني طلقه. تمام. بعد كده معايا حاجه اسمها السيرجيكال ووند، اللي هو بقى ده جرح هيكون نظيف. ليه؟ طب بقول لك سيرجيكال ووند يعني الدكتور هيفتحه في عمليات الجراحه، اكيد الدكتور مش هيفتح جرح ملوث. فالدكتور طبعا بيكون معاه ادوات معقمه وبيكون عارف هيفتح ازاي، فبالتالي الجرح ده بيكون كويس. الجرح ده بيكون كلين ووند، جرح كويس، لان الدكتور اللي هيفتح فهو عارف هو بيعمل ايه. تمام تمام. ايه اعراض الجرح؟ اول حاجه مشكله الجرح، لو انسان حصل له جرح، انت لو اتعورت له هيحصل طبعا، هيحصل لك اصابه. اول حاجه ده طبيعي. تاني حاجه والله ممكن يحصل لك كومبليكيشن اللي هو مضاعفات للجرح. تعال نشوف ايه هي المضاعفات بتاعه الجرح. قبل ما نتكلم الاول عن مضاعفات الجرح، تعالى امتى نقول ان فلان عنده جرح؟ اي اقول لك ان انت عندك مثلا وند، عندك جرح امتى؟ والله زي ما قلنا علامات الانفلاميشن كانوا خمسه، علامات الوند بيبقوا ثلاثه. اول حاجه معايا حاجات لوكال، لوكال يعني حاجات في مكانها، في مكان الجرح. هتلاقي في مكان الجرح انا احس بالم، احس ببين بالم. تاني حاجه جرح انت اتعورت بمطوه، اتعورت بسكينه، فبالتالي يحصل لك بليدنج، يحصل لك نزيف. يبقى تاني، يا اما يحصل لك نزيف، يا اما طبعا يحصل لك الم. مجرد ما تشوف دول على مكان الجرح يبقى انت كده عندك ايه، انت كده عندك نزيف، عندك وند. او مثلا يكون عندك حاجات جنرال، ولا مجرد ما اقول لك كلمه جنرال اتكلم معايا عن الجسم كله. يبقى لوكال معناه ان الحاجه دي في مكانها بس، انما جنرال معناها في الجسم كله. هشوف ايه في الجسم كله للانسان اللي متعور؟ والله انا هشوف في الانسان اللي متعور ده لا قدر الله ممكن يحصل له تسمم. بوزيشن يعني تسمم، نتيجه مثلا ان الجرح ده دخلت منه بكتيريا ما، فالبكتيريا دي سببت له تسمم. يبقى تاني، الجرح انا هشوف فيه ثلاث حاجات. والله لوكال في مكان الجرح، في مكان الجرح هتشوف ايه؟ انا هشوف دم بليدنج، وهشوف الم، هيكون عندك الم. تمام تمام. تاني حاجه والله لا الجرح ده لو احنا ما خيطناهوش او ما نضفناهوش كويس هيخش فيه بكتيريا، فبالتالي يعمل لك تسمم، والحاله دي بتكون جنرال يعني هتنتشر في الجسم كله. ادي معايا طبعا ده شكل ايه، ده شكل جرح.
ده جرح مثلا واحد تقريبا اتعور هنا بسكينه، تمام، بس الجرح ده كويس، يعني الجرح ده هو يقدر مثلا يتخيط والدنيا معاه تبقى كويسه، تمام، على عكس الجرح بتاع الحوادث. ازاي الجسم هيستجيب للجرح؟ يعني انا اتعورت دلوقتي، الجسم هيعمل ايه؟ والله اول حاجه خالص جسمك هيبدا يعمل معاك الم، جسمك يبدا يعمل معاك الم. طب ليه جسمي يعمل الم؟ والله جسمك يعمل الم عشان يقول لك الحق ده في جرح، روح المستشفى تخيط او روح خد علاج. انما لو في جرح وانت بتنزف بس ما فيش الم، لا انت كده انت ايه اللي هيخليك تروح المستشفى وتاخد علاج؟ فبالتالي الالم ده نعمه. ليه؟ لان هو اللي هيوجهك انك تروح للطبيب او تروح للمستشفى وتحافظ على نفسك، لان لو ما فيش الم انت مش هتهتم بنفسك. اول حاجه بيعمل لك الم، يبقى حاجه اسمها نيوروجينك شوك يعمل لك الم. تاني حاجه يبدا يعمل لك انفلاميشن، يجيب الموضوع الانفلاميشن اللي احنا لسه قايلينه، ويجيب خلايا من خلايا اللي بتعمل التهابات ويبدا يكونها يحطها فين؟ في منطقه الجرح. خلايا الالتهاب دي بتكون موجوده عند الجرح عشان خاطر اي بكتيريا او اي عدوى تيجي هي تبدا تاكلها. يبقى الانفلاميشن ده بيعمل ايه؟ خلايا من جسمك انت، خلايا من جسمك بتيجي في مكان الجرح، نظام حمايه يقول لها تعالي احنا الجيش هنا، اي بكتيريا او اي عدوى جايه خارجيه هم يبداوا يتخانقوا مع بعض، فبالتالي ايه؟ تدافع عن جسمك. يبقى الانفلاميشن ده مهم، تمام. تاني حاجه قال لك بعد كده ايه؟ بعد ما خلاص خلايا الانفلاميشن جت، الجرح الحمد لله اهتمينا بيه وخدنا المضاد الحيوي وخيطناه، يبدا بقى الجرح يلم، يقول لك ده الجرح لم. الجرح يلم نتيجه ان في خلايا تانيه بتيجي، الخلايا دي بتبدا تلم ايه؟ تبني الانسجه معاك وتبدا تخلي شكل الجرح كويس، تمام. يبقى تاني ايه التفاعلات بتاعت الجرح؟ اول حاجه يحصل الم نتيجه ان انت يوجهك انك تروح المستشفى، يحصل لك انفلاميشن، خلايا بتاعت الانفلاميشن تيجي عشان تحميك ضد مين؟ تحميك ضد اي طبعا اي بكتيريا او اي ميكروب، تمام. بعد كده تبدا يحصل معاك ايه؟ يبدا يحصل معاك بقى ان الجسم ده خلايا تيجي من عندك تبدا بقى تبني انسجه وتبدا تخلي الجرح يعود لشكله الطبيعي. طب ايه العوامل اللي ممكن تاثر عليا لو انا مثلا في التئام الجرح؟ يعني ايه اللي اتاخر مثلا التئام الجرح؟ انا مثلا فلان مثلا اتعور وخد اسبوع وانا خدت مثلا 15 يوم، ايه الفرق؟ والله اولا طبعا هيكون ايه؟ اولا يعني مقدار الجرح، يعني ما تقارنش جرح مثلا بجرح، افترض جرح صغير وجرح كبير، فاول حاجه مقدار الجرح. بعد كده معايا طبعا لو الجرح مش كويس، لان انتوا مش هنفترض ان هو نفس الجرح، طب ما هو ممكن يكون هو بيهتم بيه كنظافه وانت ما بتهتمش بيه، فبالتالي اول حاجه النكروتيك تيشو، نكروتيك يعني انسجه اللي هي الميته، الانسجه اللي ميته مكان الجرح دي انت ما نظفتهاش كويس، فبالتالي في بكتيريا ممكن تخش. وانا قلت لك ان البكتيريا اللي هي بتاعه التيتانوس او الجاز اللي هي السامه دي ما بتحبش الهواء، فبالتالي بتحب الاماكن الميته، تمام. يبقى نتيجه يخش لك ان انت مثلا ما بتهتمش بنظافه الجرح، سايب الانسجه الميته، وانسجه الميته معايا تعني نيكروتيك تيشو. او مثلا لا قدر الله انت ما بتتغذاش كويس، فلما ما بتتغذاش كويس فبالتالي خلاص يعني الجسم يلتئم بينهم والجسم ده محتاج غذاء، تمام. او مثلا عندك مشكله في فيتامين سي، نقص فيتامين سي، فيتامين سي ده نقصه بيسبب نزيف. او مثلا انت بتغسل سنانك ولقيت مثلا في دم بينزل، يبقى انت تعرف ان انت عندك نقص فيتامين سي. يبقى فيتامين سي من علامات نقصه ان هو بيسبب نزيف، فانت عندك نقص فيتامين سي فبالتالي الدم عمال ينزل معاك، عمال ينزف معاك. تاني حاجه مثلا عندك هرمونات، اقول لك زي مثلا زي الكورتيزول هرمون، زي مين؟ زي الكورتيزون هرمون. ده كده بالنسبه للحاجات اللي بتاخر الجرح. بعد كده معايا بقى حاجات يعني لوكال هتركز على الجرح نفسه، وحاجات هتساعدني في التئام الجرح. ايه الحاجات اللي هنتكلم بقى اللي تخلي الجرح تخليه مثلا يلتئم بسرعه او يلتئم ببطء؟ اول حاجه احنا قلناها والله عايزين الدم يوصل للجرح، البلاد سيركيوليشن. والله ما تجيش عند عضو وتكون انت اصلا مش موصل له دم، تكون مثلا قافل عليه او خانقه، فبالتالي مش موصل له دم. فاول حاجه البلاد سيركيوليشن، لازم العضو يوصل له دم كويس. تاني حاجه لو ده قدر الله دخله ميكروب فبالتالي اكيد مش هيلتئم. بعد كده مثلا انت عرضته مثلا لراديشن، عرضته مثلا للاشعه، او مثلا انت ما بتاكلش كويس، عندك مشاكل في الاكل، تمام تمام. يبقى ايه الحاجات اللي تاثر في الجرح؟ قلنا والله حاجات ميكروب، انت مثلا ما نظفتوش كويس، مش موصل للعضو دم كويس، تمام. ايه تاني؟ بشكل جنرال بقى، بشكل عام الكلام ده كان بالنسبه للجرح نفسه، لكن بشكل عام طبعا التغذيه اول حاجه، النيوتريشن، تاني حاجه برضو نظافه الجرح. بعد كده نحاول نوقف النزيف، لو انسان متعور نحاول نوقف النزيف. تاني حاجه نحمي نفسنا من اي عدوى عن طريق ان احنا ناخد انتي بايوتيك. يبقى تاني
ايه الحاجات اللي هتساعدني ان الجرح يلتئم او ما يلتئمش. طبعا الصفحه دي كلها نفس الموضوع. والله اول حاجه التغذيه، النيوترينت اللي هي التغذيه الكويسه. تاني حاجه والله مثلا ان احنا ننظف الجرح كويس، نعمل كلير ووند، ننظف الجرح كويس. بعد كده ما نحاولش نعرض الجرح لاي راديشن، نحاول نوقف النزيف، ستوب بلينج، نوقف النزيف، نحاول نوصل دم للعضو كويس اللي هو البلاد سيركيوليشن. بيقول لك معلومه هنا خلي بالك منها، ان في جرح النظيف اللي هو جرح العمليات، بعد ما لزقنا اللزقه بتاعته وقفلنا، ما تحاولش ان انت تفتح. يعني ايه الكلوزد؟ نحاول نخلي الجرح كلوزد، نحاول الجرح مغلق. بينما لو جرح مثلا متعور مثلا بسكينه بقالها حاده، لا نحاول كل يومين نغير على الجرح. يبقى لو الجرح بتاع العمليات ما بنغيرش على طول، فاهم؟ ممكن نغير مثلا كل مثلا 4 ايام مره. انما بتاع اللي هو الجرح انت متعور مثلا في الشارع ده، لا ده ساعتها انت ممكن تغير كل يوم. الدكتور يقول لك غير على الجرح كل يوم، عشان طبعا ايه اي فورجن بودي اللي هي اي اجسام غريبه. طب ايه الكومبليكيشن اوف الوند؟ يعني ايه المضاعفات بتاعه الجرح؟ الجرح ده ممكن يعمل لك ايه؟ الجرح ده معاك والله ممكن يحصل له ان هو يحصل له حاجه اسمها كونتامنتيشن. يعني ايه كلمه كونتامنتيشن؟ كونتامنتيشن يعني يحصل له تلوث. يبقى الجرح معاك ممكن يحصل له تلوث. كونتامنتيشن ده يعني تلوث نتيجه ان دخل فيه اي بكتيريا، فبالتالي لما يحصل له تلوث فبالتالي مش هيلتئم كويس. امبروبر هيلينج، هيلينج جاي من التئام، وامبروبر يعني مش مناسب، يبقى التئام مش كويس. تمام. ممكن يعمل لك حاجه اسمها سكار. يعني ايه سكار؟ تعالى اوريك شكل السكار. ده كده معايا شكل السكار، بص كده. ده انسان اتعور، تمام، وتكون معاه جرح وكون اسكار. الاسكار ده نتيجه ان الجرح بيكون وحش، تمام، فبالتالي ما بيكونش اتخيط خياطه اللي هي الايه الكويسه، تمام، فبالتالي بيعمل معاك شكل الاسكار. او بتيجي اكتر في لما تكون متخيط عند المفصل، وهنا متخيط عند المفصل، فبالتالي بتعمل معاك شكل الاسكار، اللي هو تلاقي شكل الجرح بعد ما يلم تلاقي شكله وحش. على عكس مثلا لو جروح في الوش بتلاقي الجرح بيلم بيبقى له شكل كويس عن الاسكار. يبقى تاني، ايه مضاعفات الجرح؟ اول حاجه حصل كونتامنتيشن. يعني ايه قلنا كونتامنتيشن؟ قلنا ان كونتامنتيشن دي تعني تلوث. حصل امبروبر هيلينج، التئام غير مناسب نتيجه التلوث، وبالتالي يكون معاك السكار. السكار ده اللي هو بيكون شكل الالتئام بيكون شكله مش كويس، لان لسه موريها لك. ازاي نعالج الجروح؟ اول حاجه عشان تعالج الجرح طبعا تشرب سوائل كافيه. اول حاجه انت بتنزف دم، فاول حاجه تشرب سوائل كافيه. تاني حاجه تهوي الجرح كويس، جود فنتليشن يعني التهويه الجيده، تهويه كويسه. طبعا هنوقف النزيف عن طريق الخياطه، توقف النزيف، تمام. طبعا عشان الالم اللي عندك هنديك مسكن، وطبعا هنديك انتي بايوتيك. يبقى تاني اول حاجه عشان تعالج الجرح بشكل عام، بشكل عام تعمل ايه؟ اول حاجه طبعا اعمل الجرح حويه كويس، اعمل له تهويه كويسه، فبالتالي نعمل له جود فنتيليشن ونشيل الانسجه الميته، نوقف النزيف، ستوبنج بليدنج. تاني حاجه طبعا نعمل ايه؟ تاني حاجه ندي طبعا عشان انت عندك الم فنديك مسكن للالم انالجيزي، وطبعا انت خايفين من البكتيريا فنديك انتي بايوتيك. يبقى نديك انالجيزيك ونديك انتي بايوتيك. ده بالنسبه لمين؟ للجرح. طب بالنسبه الكلام ده كان طبعا بشكل عام للجسم كله. طب بالنسبه بقى للجرح نفسه، والله بالجرح نفسه بيقول لك ايه؟ بيقول لك حاول ان انت تمنع اي تلوث للجرح، تمام. لو على الجرح نفسه ما تحاولش تعمل فيه اي تلوث. تاني حاجه حاول ان انت تغير على الجرح، تمام، حاول ان انت تغير على الجرح وتنظف عليه اول باول، يبقى تعمل له كليننج. تاني حاجه ان انت تتخيط في خلال من 6 ل 8 ساعات من الاصابه. يعني مش اتعورت النهارده تروح تتخيط بكره، لا اتعورت النهارده راح اتخيط النهارده، تمام. يبقى اول حاجه معايا ان احنا نمنع التلوث كونترامنتيشن. تاني حاجه ان انا اتخيط سيوترنج من خلال 8 ل 6 ساعات، وطبعا انظف الجرح كويس، احافظ على نظافه الجرح، وطبعا اعقمه، ان انا اغير على الجرح واعقمه، اعمل له سترايل يعني تعقيم، سترايل يعني تعقيم، تمام. يبقى ايه تاني؟ الوقايه بتاعت الجرح بس في الجرح نفسه، كونتامنتيشن امنع التلوث. بعد كده نعمل كلين للجرح، نعمل له استرايل ننضفه عن طريق المعقم. تاني حاجه نتخيط من خلال ل 6 ل 8 ساعات. تالت حاجه لو حصل فيه صديد نفرغه، نعمل له درينج ابسس. لو حصل في اي صديد نروح لطبيب جراح يبدا يشيل لك الايه الصديد، يبدا يعمل لك درينج للابسس، يعمل لك درينج لمين؟ درينج يعني تفريغ لمين؟ للصديد. يبقى تاني قلنا ايه؟ قلنا اول حاجه نحاول نمنع التلوث،
غير ان احنا نمنع التلوث. بعد كده نساعد ان احنا ننظف الجرح كويس، ونحاول لو تعورنا النهارده نتخيط من خلال 6 ل 8 ساعات، ولو حصل لا قدر الله صديد نعمل درينج للبص عن طريق طبعا مين؟ الدكتور. بعد كده معايا الدريسنج الوند. ايه هو الدريسنج وند؟ قال لك الدريسنج لما الدكتور ان شاء الله يعني بيخيط بيقوم جاي، طبعا مش هيسيب لك الخيطه كده، فلازم يغطيها كويس. فلما بيغطيها كويس ليه؟ قال لك والله ان الدكتور بيغطيها كويس عشان يحافظ ان الجرح يلم احسن. تمام. لما الجرح يلم احسن برضه هنمنع مين؟ احنا قفلنا الجرح، فبالتالي نمنع البكتيريا. يبقى اول حاجه ان يحافظ على نظافه الجرح. تاني حاجه الخياطه تكون كويسه، يمنع معاك الايه؟ يمنع معاك الجرح، يمنع معاك البكتيريا. تمام. يبقى اول حاجه معايا، اول حاجه الدريسنج ده عباره عن ايه؟ الدريسنج ده عباره عن قطنه فيها شاش، قطنه وعليها شاش. تمام تمام. بعد ما الدكتور بيخلص بيبدا يقوم جاي حاططها على الجرح. لما بيحطها على الجرح بيحط الكلام ده ليه؟ عشان يمنع اي انفكشن. تاني حاجه يحافظ على نظافه الجرح. تاني حاجه يحافظ معاك على نظافه الجرح. بتتكون من ايه؟ بتتكون من قطنه وعليها شاش. تمام. قطن وعليها كويز، اللي هو قطنه وعليها شاش. في حاله لو الجرح والله نضيف، تمام، قال لك والله هنعقم الجرح بتدين او كحول. بينما لو في حاله الجرح المفتوح قال لك ما تستخدمش كحول، بس استخدم بتدين. يبقى تاني، لو انا عندي الجرح كويس، الجرح كويس، ممكن تستخدم بتدين او كحول. انما لو جرح اوبن، يعني ايه الجرح اوبن؟ اللي هو نتيجه مثلا قلنا مثلا عضه كلب، عضه مثلا قطه، قال لك استخدم بتدين بس. تمام. يبقى في الدريسنج عباره عن ايه؟ عباره عن قطنه وشاش. اول حاجه معايا هي عباره عن قطن بينها شاش. القطن وبينها شاش ده بنبدا نحطها على الجرح لما الطبيب بيخلص. ليه؟ عشان خاطر يحافظ على الجرح من اي انفكشن ومن اي مواد طبعا ضاره. تمام. طبعا بعد كده بيقوم جاي لازق عليها ايه؟ بعد ما بيحطها يقوم جاي لازق عليها بلاستر. لو الجرح كويس هننضفه ببتادين وكحول. تمام. انما لو الجرح مفتوح نتيجه مثلا عضه كلب، عضه قطه، لا هنحط عليه بتادين بس. بعد كده قلنا طبعا هنعمل ايه؟ هنعمل انتي بايوتيك، هندي الانسان انتي بايوتيك. يبقى احنا كده قلنا 6 حاجات بالنسبه لللوكال. اول حاجه معايا لو الجرح نفسه هنحميه ازاي. اول حاجه عشان تعالج الجرح نفسه، اول حاجه اتعورنا النهارده نروح نتخيط النهارده، فبالتالي نعمل سيوترنج من 6 ل 8 ساعات، نمنع الكونتمنتيشن التلوث. بعد كده نحافظ على نظافه الجرح. بعد كده الدكتور بيضغط عليه بدريسنج، فلما يضغط بدريسنج فده معاك هيعمل ايه؟ هيمنع الانفكشن. والدريسنج ده عباره عن ايه؟ عباره عن قطنه وعليها شاش. تمام. القطنه وعليها شاش دي اسمها في الطب دريسنج، وبيحط عليها بلاستر طبعا فعشان خاطر يمنع الانفكشن. تاني حاجه هندي الانسان انتي بايوتيك، طبعا هنديه الانالجيزك اللي هو مضاد حيوي. ننتقل بعد كده لحاجه تانية اسمها البرنس، والبرنس دي تعني معايا الحروق. اكيد كلنا عارفين الحروق. الحرق معايا اسبابه ايه؟ تعالى كده نتخيل. والله اسباب الحرق، انت مثلا ممكن تتحرق بايه؟ انا ممكن اتحرق عن طريق حاجه مثلا اتلسعت، بمعنى اصح وقعت عليا ميه، تمام، اتكهربت مثلا. فاول حاجه معاك العوامل فيزيائيه وعوامل كيميائيه. عوامل فيزيائيه معاك دي اللي احنا بنقول عليها اللي هو ايه؟ ان انت تعرضت مثلا للحراره، ان انت اتعرضت للولعه مثلا فلسعتك، او تعرضت مثلا لكهرباء الكتريستي. او عوامل كيميائيه. ايه هي العوامل الكيميائيه؟ ان انت مثلا لا قدر الله تعرضت لميه نار اللي هي مواد اسيدك. مواد اسيدك يعني مواد حامضيه، ومواد حمضيه دي معاك زي ماده النار. يبقى البرنس حاجتين، يا اما تعرضت للحراره يا اما تعرضت لماده كيميائيه. حراره معاك يبقى دي حاجه فيزيائيه، وعوامل كيميائيه ده يبقى انت تعرضت لمواد حمضيه زي مين؟ زي ميه النار. ايه درجات الحرق؟ والله درجات الحرق معايا هيكونوا كام؟ هيكونوا 5. تعال نشوف درجات الحرق. اول حاجه اللسعه دي، انت اتلسعت اهو، ده كده الدرجه رقم 1. يبقى الدرجه 1 ان انت بس اتلسعت، عملت احمرار بس. يبقى اول حاجه الدرجه رقم 1 من الحرق ان هو يحصل لك احمرار. تاني حاجه طبعا الحرق كله بيعمل الم. تمام تمام. تاني حاجه ان انت مثلا بعد ما تكون الدرجه الثانيه بقى تكون احمرار وتكون عليها خلايا صديد اللي هتلاقي عليها فقاعات، تلاقي الفقاعات دي يبقى انت كده في حرق من الدرجه الثانيه. الحرق من الدرجه الثالثه معاك، والله ده حرق بيكون ايه؟ الحرق ده بيكون وصل للاعصاب الحسيه. تمام تمام. طبعا كل يعني الدرجه الثالثه اخطر من الثانيه، اخطر من الاولى، وهكذا. تمام. يبقى اقل خطر فيها الدرجه الاولى، كل ما تطلع كل ما تكون الدرجه اعلى خطوره. تمام. يبقى الدرجه الثالثه بتكون ايه؟ سينس ريسبتور اللي هو بيكون في المستقبلات الحساسه. الدرجه الرابعه بقى معاك بيحصل ايه؟ ان الجلد تماما احترق،
بص الجلد هنا كله احترق. بينما الدرجه الخامسه وصل معاك للمصل، ده ما جابش الجلد بس، ده جاب معاك العضلات. يبقى الدرجه الخامسه بيجيب معاك العضلات. الدرجه السته بقى ده عدى العضلات ووصل البونز. هقول لك معلومه. اول وتاني حرق بيكونوا ما جابش الاعصاب، فبالتالي بتحس بالم، لان الاعصاب هي اللي بتسبب الالم. بينما الدرجه الثالثه للدرجه السادسه انت وصلت ضربت الاعصاب، ولما بتضرب الاعصاب ما بيحصلش الم. فلما ما بيحصلش الم فبالتالي انت مش هتشعر بالم، بس طبعا جلدك عمال بيموت. عشان كده ربنا قال في القران ايه؟ يوم تبدل جلودهم، يعني ايه بيبدا يبدل الجلد؟ لان الجلد طبعا لو هو بيعذب المشركين في جهنم، طبعا لو الحرق ده هيحرق الاحساس، فبالتالي هم يفقدوا الاحساس. لا، فربنا بيقول لك ايه؟ هيبدل الجلود بتاعتهم، فلما يبدل الجلد عشان يخلقوا الاعصاب جديده عشان يحس بالالم. تمام. فنحمد الله على نعمه الالم. اول حاجه الدرجه الاولى معايا قلنا ان حصل الريدنس، بس حصل احمرار. الدرجه الثانيه حصل احمرار ومعاها بويل. البويل ده اللي هو بيكون اللي انت تلاقي عليها فقاعات. الدرجه الثالثه حصل معاك ان هي وصلت معاك للاعصاب. الدرجه الرابعه لا، ده جابت الاعصاب وجابت معاك مين ودمرت الجلد كله. الخامسه تجيب الجلد وتجيب المسلز العضلات. السته جابت معاك البونز اللي هي العظم. يبقى خمسه دي يعني ايه؟ المسلز يعني عضلات، والبونز دي تعني عظام. تمام تمام. طبعا يبقى انا اختار بالترتيب: الدرجه السادسه اختار من خمسه، اختار من رابعه، اختار من الثالثه، اختار من الثانيه، اختار من الاولى. بشكل عام ايه الاعراض بتاعه الحرق؟ يعني امتى اقول ان الانسان ده حصل له حرق؟ اول حاجه هيحصل له مشاكل في التنفس. اول حاجه يحصل له مشاكل فين؟ في التنفس. تمام. تاني حاجه والله طبعا هيحصل له سيفيرتي بين، الم شديد بسبب الايه؟ بسبب الاحساس. تمام. تاني حاجه لا قدر الله ممكن ينزف النزيف ده، بالتالي يعمل له جفاف. لما يعمل له جفاف معانا يعني دي هيدريشن، او اللي هو كاتبها لك هنا نقص الفلويد. نقص السوائل يعني نقص الفلويد، يعني الميه عنده بتقل من جسمه. يبقى الحرق بيعمل معايا بين، الم شديد، كل الحاجات اللي احنا قلناها بتعمل بين. ثبت كلمه بين دي عندك اللي هي الالم. تاني حاجه تنقص الميه في جسمك، ديفيشنسي اوف الفلويد. وتاني حاجه الانسان ده مش هيعرف يتنفس، لان مثلا اتعرض للدخان، ده بيقول لك ده مات مثلا نتيجه مش قادر ياخد نفسه، كان في حريقه مثلا، فالحريقه دي ممكن تسبب معاك ان هو مش قادر ياخد نفسه، لان بيخش مين؟ ثاني اكسيد الكربون. ممكن تسبب معاك مشاكل في الكليه. طب هتسبب مشاكل في الكليه ليه؟ ما هو الكليه هي اللي بتكون مسؤوله عن الميه. تمام. فانت عندك جفاف في الميه، فبالتالي مين اللي مش هيشتغل؟ الكليه مش هتشتغل، فبالتالي الكليه هيحصل لها ان هي تبوظ. يبقى تاني، امتى اقول ان الانسان ده عنده حرق؟ والله الانسان ده عنده حرق هيكون مش قادر ياخد نفسه، عنده مشاكل في الريسبيراتوري يعني في الجهاز التنفسي. الانسان ده هيكون عنده بين شديد، عنده الم شديد، عنده نقص في الفلويد، عنده نقص في السوائل. الانسان ده عنده مشاكل في الكليه. طب وعنده مشاكل في الكليه ليه؟ نتيجه ان الكليه مش شغاله بسبب ان مفيش ميه. وعشان كده في حالات الحرق اول حاجه نعملها ندي المريض محاليل او نديله ميه. لو هو فايق ممكن نديله ميه، او لو احنا عايزين ننجز نديله محاليل بحيث ان احنا نعوض الميه اللي هو ايه؟ اللي هو فقدها. ازاي بنعالج الحرق؟ بالراحه كده. اول حاجه لو الحرق مثلا خفيف، لو الحرق خفيف مثلا، انت مثلا اتلسعت في البيت، بتعالج نفسك ازاي؟ اول حاجه انت مش مضطر تروح المستشفى. لو الحرق خفيف انت مش مضطر تروح المستشفى. جميل. يبقى اول حاجه doesn't require البيشن hospitalization، انت مش لازم تروح مستشفى لو الجرح خفيف، لو الجرح مينور يعني خفيف. بعد كده تعمل ايه؟ هغسل الجرح كويس، هغسل المكان كويس بايه؟ بمحلول ملح. يبقى هاجي على مكان الحرق واغسله بمحلول ملح، اجيب شويه محلول ملح من الصيدليه واغسل بيهم الحرق. اجيب مرهم اسمه ديرمازين، ومعلومه لك انت، ديرما باللاتيني يعني جلد، ديرما يعني جلد. هجيب مرهم اسمه ديرمازين. تمام. واقوم جاي مغطي المكان كويس، طبعا هدهن كويس بالاول بالمرهم وبعد كده اقوم جاي مغطي كويس. تمام. يبقى اول حاجه لو الحرق خفيف، لو انت اتلسعت في بيتك بتعمل ايه؟ هل بتروح المستشفى؟ لا، ما بروحش المستشفى. يبقى اول حاجه doesn't require patient hospitalization، انا مش لازم اروح مستشفى. تاني حاجه اغسل مكان الحرق بايه؟ بصلاين اللي هو محلول ملح. اظن انت عارف كلمه صلاين اللي هو محلول الملح. احط عليها مرهم اسمه ديرمازين، ولما تحط مرهم ديرمازين تبدا بقى تغطي الجرح بايه؟ بالشاش بتاعك. ده لو الكلام خفيف. طب لا قدر الله لو الحرق بقى من الدرجات الكبيره، لو الحرق من الدرجات الكبيره اول حاجه طبعا هتروح المستشفى، نعمل اسعافات اوليه. يبقى اول حاجه اسعافات اوليه، على ما الاسعاف تيجي وتروح الايه؟ المستشفى. تغطي الجرح كويس بايه؟ بالدريسنج معقم، الدريسنج اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيكون شاش وقطن.
اللي هو شاش وقطن، تغطي الجرح كويس بشاش وقطن معقم، اهم حاجه يكون استرايل. تاني حاجه طبعا عشان بيكون في الم هنديك انالجيزك اللي هو مسكن للالم، وطبعا هنديك مخدر عشان خاطر الالم، المخدر ده عشان يسكن معاك الالم. تمام. تاني حاجه احنا مش عارفين، خايفين طبعا من العدو، فبالتالي هنديك اي حاجه تحميك من التتنس، نديك اللقاح بتاع التتنس. تمام. يبقى تاني لو الحرق شديد، الحرق شديد هنعمل ايه؟ هنروح المستشفى. تمام. هناخد ايه في المستشفى؟ هيحط لك دريسنج بس بيكون سترايل. تاني حاجه يا اما يديك مخدر عشان يسكن الالم، يا اما يديك انالجيزيك اللي هو برضه مسكن للالم. تاني حاجه طبعا هيديك مصل اللي هو تيتانوس عشان يحميك من مرض التيتانوس. بيقول لك اول حاجه هتاخد المخدر بانتظام. تاني حاجه لازم الغرفه تكون درجه حرارتها دافيه، يعني ما تقعدش في اوضه بتاع الساونا، او تقعد لي مثلا في مكان مثلا بتاع بارد خالص. تمام. لازم يكون المكان بدرجه حراره الغرفه، اللي هو يكون المكان طبيعي يعني. تاني حاجه عشان الميه اللي احنا قلناها بتفقد سوائل، فبالتالي هنشرب الانسان ده ميه، نديله فلويد. طبعا عشان احنا خايفين من البكتيريا فهندي لك انتي بايوتيك اللي هو مضاد حيوي، واخيرا بنديك مسكن للالم انالجيزيك، نديك ايه مسكن للالم اللي هو انالجيزيك. بعد كده نتكلم في موضوع جديد بعنوان السيرجيكال انفكشن. والسيرجيكال انفكشن ده بيكون ايه؟ بيكون والله ان انت بقول لك سيرجيكال انفكشن ان هي عدوى جراحيه، عدوى حصلت مثلا. والله بتحصل امتى؟ قال لك ان العدوى دي بتحصل مثلا اثناء العمليات الجراحيه، الدكتور كان بيعمل عمليه ومثلا ما كانش الادوات معاه معقمه، فلا قدر الله انتقلت عدوى للمريض، يبقى ده بتحصل نتيجه عدوى. قال لك والله بتحصل نتيجه عدوى مثلا بتكون في السيرجيكال اوبريشن في اثناء العمليات الجراحيه. العدوى دي طبعا هتكون بميكروب. تمام. العدوى دي هتكون نتيجه ميكروب. الميكروب ده ينتقل ازاي؟ هينتقل عن طريق الاسطح بتاعه الجسم، عن طريق الكافيتي بتاع الجسم. تمام. اشهر الميكروبات اللي بتعمل لك انفكشن بيكونوا حاجتين، حاجه اسمها الستريبتوكوكاي، ستريبتوكوكاي ودي اللي كنا لسه متكلمين عنها. تمام. كنا لسه متكلمين عنها من شويه. وطبعا قلنا طبعا معانا تاني مين؟ الاستافيلوكوكاي. يبقى انا معايا الستريبتوكوكاي ومعايا حاجه تانية اسمها الاستافيلوكوكاي. طبعا الاستريبتوكوكاي دي اتكلمنا عنها في المرض اللي هو الارز بليزيا في اول الكلام. ومعايا اختها التانية اسمها استافيلوكوكاي، استافيلوكوكاي ده اسم عيلتين من البكتيريا، بس دول من اخطر انواع البكتيريا. بعد كده معاك ان الميكروب ده لا قدر الله لو انتشر في الجسم، فبالتالي لما البكتيريا تنتشر في الجسم ويكون معاها السم بتاعها بنسمي الحالة دي سيبتسيميا. سيبتسيميا ده بيكون ان البكتيريا انتشرت بالسم بتاعها. بينما لو البكتيريا بس انتشرت في الجسم لوحدها، لو البكتيريا بس بكتيريا لوحدها يعني بكتيريا، ودم باللاتيني يعني اميا، فاسمها بكتيريميا. بكتيريا انتشرت بس ما بتفرزش سموم، اسمها بكتيريميا. بس لو توكسين لوحده، لو التوكسين انتشر لوحده، هي بكتيريا في مكانها مثلا بس عماله تبخ ايه السم بتاعها، فسم معايا يعني توكسين، فبنسميها توكسيميا. إميا يعني دم، كلمة إميا تعني دم، النهاية دي تعني دم. فلو عندي بكتيريا لوحدها في الجسم فأقول اسمها بكتيريميا. طب بكتيريا بتطلع سموم مع بعض، الاثنين مع بعض اسمها سيبتسيميا. طب السم لوحده اسمه توكسيميا. إميا يعني دم. تمام. ادي مثلا شكل انفكشن اهو، نتيجه مثلا ده عمل شكل مثلا الابسس او البويل. ده طبعا السيلايتس اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، اللي هو بيكون احمرار، بيكون اكتر كان موجود في الرجل. تاني حاجه دي حاله بتاعت الايه اللي بتحصل في الشعر بتاع الدقن، ودي حاله مرضيه اسمها الامبتيجيو، وده برضه بتكون حاله تبع البكتيريا اللي اسمها الستريبتوكوكاي. ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ ايه المضاعفات بتاعت الحاله دي؟ الحاله دي مضاعفتها اول حاجه ممكن تعمل لك ايه؟ تدمر النسيج، البكتيريا دي تدمر النسيج طبعا من خلال طبعا بتتكلم في بكتيريا جديده، فبالتالي تعمل لك ديشو ديستراكشن، تدمر معاك الانسجه. تاني حاجه زي ما انت شفت ممكن تعمل لك صديد، تعمل لك ابسس، يبقى البكتيريا دي ممكن تطلع معاك ابسس، تعمل لك انفلاميشن. ما هو ده كله من علامات الانفلاميشن، اللي هي الصور دي علامات انفلاميشن، فبالتالي هتعمل لك انفلاميشن. تمام. يبقى البكتيريا دي بتعمل لك ايه المضاعفات بتاعت السيرجيكال انفكشن ده؟ والله ممكن تلاقي الجرح بعد كده اتدمر فحصل تيشو ديستراكشن، حصل بعد كده صديد ابسس، حصل له انفلاميشن اللي هي التهابات، بعد كده يبدا يعمل لك فيستيول. فيستيول يعني معناها ان الجرح يبدا يتخرم معاك، يبقى الجرح مثلا اهو ده مثلا شكل الجرح. تمام. لا ده يبدا بقى يحصل له ايه؟ يتخرم كده من هنا،
تمام. يبقى الجرح بيبدا يحصل له ايه نظام ان هو يتخرم، ففي الحاله دي اسمها فيستيول. تمام. ايه بعد كده الاعراض بتاعتها؟ والله انت بتتكلم في انفكشن، مجرد ما اقول لك انفكشن يعني عدوى، ايه اللي بيحصل لما بيجي لك عدوى؟ بسخن، هيجي سخونيه elevated temperature. يبقى اول حاجه السخونيه اللي هي elevated temperature، ارتفاع درجه الحراره. وطالما جالك سخونيه بتحصل لك ايه؟ بتعب، فتيج. تاني حاجه بيحصل لك ايه؟ عرق، بتعرق. لما تيجي تخف ان شاء الله. تاني حاجه ما بيبقاش لك نفس تاكل. تمام. يبقى بيحصل لك سخونيه elevated temperature، او اللي احنا ممكن نقول عليها فيفر. وبيحصل لك طبعا تعب، ما بتقدرش تشتغل. بيحصل لك عرق، وبيحصل لك مش مالكش نفس تاكل، اللي هي اللوس اوف الابيتيت. طب ايه الاعراض اللوكال؟ طبعا الكلام ده بيكون جنرال. ايه اعراض اللوكال اللي هي بقى في مكان الجرح؟ والله في مكان الجرح انت بتتكلم في انفلاميشن، يبقى تقول لي الخمسه بتوع الانفلاميشن. اول حاجه معايا في الخمسه بتوع الانفلاميشن الريدنس، حصل احمرار. تعال نشوفهم تاني اهو. تعالى هنا في الرسمه دي، حصل ايه هنا؟ والله انا شايف اول حاجه ريدنس، حصل احمرار. وتاني بتكون سخنه، لما تحط ايدك عليها تلاقيها سخنه، هوتنس. تالت حاجة أنا شايفها مورمة، فبيحصل فيها إديمة أو سويلنج. الكلمة دي بتساوي سويلنج، يعني فيها تورم، هيكون فيها ألم، وبيحصل فيها مش قادر تأدي الوظيفة، لوس أوف فانكشن. ده كده بالنسبة لأعراض اللوكال سيمبتوم بتاعت مين؟ بتاعت الانفكشن. إنما الجنرال بشكل عام هيحصل لك سخونية. ركز في كلمة جنرال وكلمة لوكال. جنرال يعني بشكل عام في الجسم كله، لوكال بالنسبة للمكان اللي اتصاب بس. تمام. يبقى جنرال للجسم كله، ولوكال معناها للمكان المصاب بس. يبقى تاني، جسمك كله يحصل في ايه؟ يحصل له سخونيه elevated temperature، ويحصل لك شعور ان انت بتتعب، فتيج اللي هو التعب، ويحصل لك طبعا فقدان في الشهيه. بينما في اللوكال في مكان الجرح يحصل لك الخمسه بتوع الالتهاب: الريدنس والسويلنج والبين ومش قادر تتحرك، واخيرا بيحصل معاك الهوتنس، السخونه. تمام. ننتقل بعد كده عن مرض اسمه السلايتس، وده اتكلمنا عنه في اول المحاضره. سلايتس يعني ايه؟ والله احنا قلنا، احنا ما غيرناش كلامنا. ايتس يعني التهاب، وسيل جاي من كلمه خليه، سيل تعني ايه؟ خليه. فسيلايتس معناها التهاب في الخلايا او التهاب في الانسجه. التهاب الخلايا او التهاب في الانسجه ده بيكون ايه؟ والله يبقى ممكن نقول ان السيلايتس ده بيكون نون سبيورتيف انفلاميشن. تعالى نفهم يعني ايه كلمه نون سبيورتيف انفلاميشن. هو اول حاجه احنا فاهمين انفلاميشن لانه اسمه سيلايتس. الانفلاميشن ده قلت لك سيلايتس جاي من انسجه او جاي من خلايا، فبالتالي بتاثر معاك على الكونكتيف تيشو. انا عندي الانسجه في جسمي بيكون في نسيج اسمه النسيج الطلائي، في نسيج اسمه النسيج الضام، في نسيج اسمه النسيج العصبي، وفي النسيج العضلي. ده كده النسيج الضام اللي هو الكونكتيف تيشو، النسيج الضام. يبقى دي التهاب في الخليه بتاثر على الانسجه الضامه. الانسجه الضامه دي اللي هي بتاعه العظام، بتاعه الغضاريف. تمام تمام. الانسجه الضامه دي بيحصل الانفلاميشن في مين؟ في العظام، وبيحصل معاك الانفلاميشن طبعا معاك في الغضاريف، وطبعا بيحصل معاك في السكين. طبعا ده تبع مين؟ تبع الكونكتيف تيشو. انما يعني ايه كلمه نون سبيورتيف؟ نون يعني تدي النفي. نون معناها نقول لك مش فاهمني، يعني نون دي معناها انت بتنفي. مجرد ما تشوف كلمه نون يعني بتنفي. سبيورتيف يعني جاي من كلمه صديق. تمام. هو غير الكلمه بس بيقول لك نون سبيورتيف، يعني هو التهاب بس ما فيش فيه صديد. التهاب بس ما فيش فيه صديد، مش كل الالتهاب صديد. تعالى شوف كده، ادي معايا شكل الايه؟ الانفلاميشن هنا. في كده انا شايف هنا في صديد، وشايف هنا في صديد، وشايف هنا في صديد، بس انا هنا شايف احمرار بس. بص هنا في الرسمه دي، انا شايف احمرار بس. فانت شفت احمرار، هل انت شفت صديد؟ لا. فممكن الالتهاب يبقى فيه صديد، وممكن الالتهاب ما يبقاش فيه صديد. فهو بيقول لك ان السيلايتس ده بيكون نون سبيورتيف، يعني التهاب بس ما فيش فيه صديد. نون سبيورتيف انفلاميشن، التهاب مش مكون صديد. بيحصل فين؟ في الكونكتيف تيشو، او ممكن نقوله في الخلايا. الانسجه بتاعت مين؟ بتاعت الليمبس، بتاعت الاطراف. اللي انت شفت الصوره كانت موجوده هنا في مين؟ كانت موجوده معاك في الرجل هنا. تمام. فبتحصل معاك في الليمبس، فبتحصل معاك في الاطراف بتاعت رجلك. تمام. نتيجه ايه؟ نتيجه بكتيريا قلنا اسمها ستريبتوكوكاي. نتيجه بكتيريا اسمها الايه؟ الستريبتوكوكاي. تمام. ايه علاماته؟ قلنا علاماته الريدنس، وهيكون في هوتنس، وهيكون في بين، وهيكون في لوس اوف فانكشن لانه التهاب، فيحصل فيه الخمس علامات بتوع الالتهاب. ايه علاجه؟ والله هنخلي الانسان في وضع الريست. تمام. وطبعا ممكن نديله مضاد حيوي، ويعرف اسمه بنسلين. اسمه ايه؟ بنسلين. تمام.
يبقى تاني ايه هو السلايتس؟ السلايتس ايتس يعني انفلاميشن، فهو بيكون انفلاميشن بس نون سبيورتيف يعني ما فيش فيه صديد، سبيورتيف يعني صديد. يبقى تاني كلمه سبيورتيف بتساوي بس تعني صديد، اعرف المصطلح. يبقى هو نون سبيورتيف انفلاميشن، التهاب ما فيش فيه صديد، بيحصل معايا في الكونكتيف تيشو بتاعت مين؟ بتاع اطراف رجلك، بتاعت الليمبس، بيحصل نتيجه بكتيريا اسمها الستريبتوكوكاي، ستريبتوكوكاي. هيحصل فيه علامات الالتهاب الخمسه. والله انا شفت ايه؟ بص كده، انا شايف احمرار، انا شايف اول حاجه احمرار، ريدنس وهوتنس، هتلاقيها سخنه، ريدنس وهوتنس، وايه بيحصل فيها اديمه سويلنج، وبين طبعا ولوس اوف فانكشن، هم الخمسه بتوع الانفلاميشن. تمام، دي كده العلامات. عالج المريض بايه؟ هتديله، هتخليه طبعا يستريح، وطبعا نخليه في وضع الراحه، نخليه في وضع الريست، ونديله مضاد حيوي طبعا، ونديله مسكن. مضاد الحيوي بتاعك اسمه بنسلين، اسمه ايه؟ بنسلين. ونديله اي مسكن للالم. تمام تمام، كده انتهى موضوع النهارده، وان شاء الله هنزل لكم المحاضره الجايه، محاضره هنتكلم فيها عن باقي الحاجات.